قناة البرزخ بتكشف التزييف اللي اتمارس على حضارتنا المصرية القديمة. التزييف اللي هو بدأ من بداية الحضارة المصرية القديمة أصلا. الحاجات اللي كانت بتدرس لنا على أساس إنها أساطير وعلى أساس إن هما آلهة. الشخصيات دي زي إيزيس أوزوريس وست حورس، الحاجات دي الشخصيات دي كلها شخصيات حقيقية، بس التاريخ لما تزيف هما صوروا لنا الشخصيات دي على أساس إن هما كانوا آلهة أو على أساس إن هي حاجات أسطورية. يا ريت بس قبل ما تحكموا على حاجة انتوا يعني تصدروا احكام مسبقة، اتفرجوا الاول على القناة على يوتيوب واسمعوا الفيديوهات بتاعة رامي نبيل. هو باحث محترم، بقاله من 2011 بدأ البحث بتاعه، فهو يعني مش بحث وليد الليلة مثلا او كده، بقاله اكتر من 10 سنين. فاسمعوا الاول وبعد كده احكموا، لان هو تدبر في كتاب ربنا اللي ربنا امرنا بالتدبر فيه. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. هو مارس التدبر، عشان كده عارف يوصل لنتيجة. ربط ايات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبالسنة النبوية الصحيحة مع الاثار الموجودة عندنا. للاسف علماء الاثار بيقولوا ما فيش دليل مادي على وجود الانبياء والرسل. انبياء والرسل موجودين في كتاب ربنا، لكن ما فيش دليل مادي عليهم. ان هو بقى البحث بتاعه اثبت ان الانبياء الموجودين في كتاب ربنا هم اللي موجودين في حضارتنا المصرية القديمة، وخصوصا في الاسرة ال18. بس نرجع بقى لبداية الخلق، من بداية سيدنا ادم عليه السلام. القصة المتداولة او المنتشرة اللي هي قصة قابيل وهابيل، وقابيل قتل هابيل. قابيل وهابيل دول اصلا الاسمين دول مين اللي قال عليهم؟ الاسمين دول جم منين؟ مش حاجة لا في القرآن ولا في السنة حتى، او السنة الصحيحة بتقول كلمة قابيل وهابيل. احنا جبنا الكلام ده منين؟ ما هو ده من ضمن التزييف. لكن في الحضارة المصرية القديمة في عندنا إيزيس وأوزوريس وست. طب ايه علاقة أوزوريس وست بقصة ابني آدم اللي هو أحدهما قتل الآخر كما جاء في القرآن الكريم؟ ربنا عز وجل قال في سورة المائدة ايه؟ واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. في سورة المائدة ربنا ما ذكرش لا اسم قابيل ولا اسم هابيل، ماشي، ولا حتى في القرآن الكريم كله فيش الاسمين دول. في إسرائيليات للأسف بتبقى مدسوسة في التاريخ وبتدرس لنا على أساس إنها حاجات حقيقية، في حين إنها زيف. تكملة للآيات: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ومن هنا بتبدأ أول عملية قتل في التاريخ، اللي هي قتل ست لأخوه أوزير أو اللي هو أوزوريس، زي ما جاء في الحضارة المصرية القديمة. مين ست ده؟ فيكون أول آية بعد قصة القتل على طول الآية بتقول إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هو ربنا عز وجل لما يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ويحدد هم بني إسرائيل، ودي تكون أول آية بعد قصة القتل، معنى ده إيه؟ لما نقول من أجل ذلك بتكون نتيجة لسبب. طب إيه السبب؟ السبب القتل. طيب النتيجة كانت إيه؟ من أجل ذلك. من أجل ذلك اللي هو إيه؟ كتبنا على بني إسرائيل. طب إيش معنى بني إسرائيل؟ بني إسرائيل مع العلم إن في القرآن الكريم ما جاتش كلمة بني إلا مع حاجتين بس أو مع صنفين بس، بني آدم وبني إسرائيل. إن بنو إسرائيل دول ليهم علاقة بالقاتل أو هم من سلالة القاتل، يبقى إسرائيل ده هو القاتل، قاتل أخوه. فإذا بنو إسرائيل دول هم سلالة القاتل، ومن أجل ذلك ربنا كتب عليهم أنه شرع بقى الحكم اللي هو من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودي الفكرة الأساسية اللي بيقوم عليها بحث البرزخ، إن هو بيثبت إن بنو إسرائيل دول مش من نسل يعقوب عليه السلام. تدمير الفكرة دي أو نسف الفكرة دي، لأن للأسف برضو حتة إن بنو إسرائيل ينسبوا ليعقوب عليه السلام دي أصلا ما وردتش لا في القرآن ولا في السنة الصحيحة. في حاجات مدسوسة في السنة، عشان كده بقول إن في السنة تم تزييفها أو جزء من السنة تم تزييفه، أو ده يعني دس حاجات فيه، ده برضو ضمن التزييف.
مفيش حاجة في القرآن الكريم بتقول ان سيدنا يعقوب هو اسرائيل نهائي. دوروا كده على اي آية في القرآن الكريم، مفيش ولا آية بتقول ان يعقوب هو اسرائيل. سيدنا يعقوب عليه السلام من ساعة ما اتولد، من قبل ما يتولد وهو عايش لحد ما مات اسمه يعقوب. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بالإضافة لأن سورة يوسف نفسها اللي بتحكي قصة سيدنا يوسف عليه السلام وقصة إخوته وقصة سيدنا يعقوب ومجيئهم في مصر، سورة يوسف كاملة ما فيهاش ذكر واحد لبني إسرائيل، ولا فيها ذكر لأن سيدنا يعقوب يبقى إسرائيل نهائي. دي النقطة الأساسية اللي بيرتكز عليها البحث بتاع رامي نبيل البرزخ. أتمنى إن انتوا تشوفوا القناة بتاعته، أتمنى إن انتوا تسمعوا وتشوفوا الفيديوهات بتاعته بتمعن، لأن هو فعلا بيربط القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بالتاريخ الأثري اللي هو درس الآثار وربط الأحداث التاريخية الصحيحة. طبعا ده غير تزييف التاريخ نفسه الأحداث نفسها والأزمنة متزورة. فهو ربط ما بين الأدلة الأثرية وما بين القرآن الكريم والسنة الصحيحة. وكمان عمل كتاب اسمه البرزخ سنعيدها سيرتها الأولى، برضو اللي حابب يجيب الكتاب عشان يوصلوا الفكرة أكتر. ما نهاجمش حد إلا لما نسمع له الأول ونتفكر ونتدبر، لأن اللي عمله ده بجد حاجة هتغير مجرى التاريخ كله.